بما انا قررت انا احلل نفسي، محدش يحللني. يعني هما دايما بيقولوا عليا في الفيديوهات ان انا بطلع قفشه قوي بجد ودايما مكشره، والحقيقتي انا مش كده خالص خالص. يعني دي مش طبيعتي نهائي. اللي عارفني عن قرب لا، دي مش انا خالص. طب انا ليه بعمل كده او ليه باخد لغه الجسد دي؟ عشان عاوزه ابين جد، عشان عاوزه الناس طول الوقت حاسه عشان انا شكلي صغنطط، يعني جسمي صغير قصيره وكنزه كده شويه، وطريقه لبسي فيها شويه طفوليه فببان صغيره. وانا لما كنت بعمل حلقات خصوصا لايف كانت دايما السكرتاريه حد من الاسيستنت بتوعي يجوا معايا فيفتكروا ان هم دينا البكري مش انا، عشان انا صغنطوطه. فجالي احساس ان انا عشان انا صغيره مش هتصدق، يعني مش هتسمع. فبحاول اعمل بقى جد قوي واكشر واعمل الحاجات دي. فلغه الجسد لكل حاجه ليها حل. يعني هم دايما، قصدي لكل حاجه ليها تحليل. هم دايما بيقولوا لي انت بتعملي كذا، وانا فعلا اول ما الكاميرا تشتغل الاقي نفسي عارف في ماسك الجد كده وكشرت وفردت ظهري، وانا مش دي. كل شعور ليه حركه تبعها فكره. عاوز تغير ده، لغه الجسد تقدر كمان تعالجك لو انا بس غيرنا ده. كان معاكم دينا.